ليه نفس الأشعة ونفس الروجيتا بيختلف سعرها من مركز أشعة لمركز أشعة تاني؟ ويا ترى الغالي والأغلى هو اللي كويس ولا الموضوع في كلام تاني؟ هل التشخيص الصحيح أو الأدق بيعتمد على الطبيب أكتر اللي بيشتغل الفحص أو الفني وأخصائي التصوير، ولا الجهاز ونوع الجهاز أكتر؟ ولا بيعتمد على الاتنين بنسب مختلفة؟ تعالوا ندردش عن أفضل مركز أشعة في مصر. تعالوا نبدا بالرنين المغناطيسي، وهتلاقي الروجيتا بتاعته بتبدا بالام ار اي لامبر سباين اللي هو رنين مغناطيسي على الفقرات القطنيه. هنلاقي ان التشخيص بيعتمد على الجهاز اكتر، وتقريبا بنسبه 80% الاجهزه كلها قريبه من بعضيها. امال بتختلف في ايه؟ بتختلف في الجوده. الله، يعني جودة قليلة يعني تشخيص قليل أو خاطئ؟ مش بالظبط كده. يعني لو عيان بيعمل رنين على الظهر علشان عنده ألم في ظهره أو رقبته، أو رنين على الركبة عشان ركبته اتلوت وهو بيلعب في الشارع، وده يمكن بيشكل 70% من الحالات اللي بتجيلنا، فالجودة حتى لو قليلة إلى درجة معينة طبعا مش هتأثر على التشخيص. يعني أكيد ما اروحش مركز حنكوشة للأشعة اللي هو عنده جهاز رنين من أيام الفراعنة وأقول ما هو الجودة مش فارقة. لا، احنا بنقول إلى حد معين اللي هو خير الأمور الوسط. فنقدر نقول إن حالات الرنين على الظهر والمفاصل دور على أهدى مكان في السعر، في الغالب هيكون التشخيص متقارب. فالمستشفى الحكومي اللي بتعمل رنين على الظهر ب 600 جنيه أو ب 900 جنيه يساوي أو قريب للمركز اللي هيعمله لك ب 3000 جنيه. بس ابو 3000 جنيه بيدفعك تمن البدله بتاع الريسبشن والتكييف اللي انت قاعد فيه في الغالب والتزامه بالمواعيد. لكن لو حاله شاكين ان عندها MS مثلا في الحبل الشوكي للفقرات العنقيه، او عامله عمليه في الظهر وعندها مصايب ما بعد العمليه، والحاله فيها فايندنج وفيها باثولوجي، ساعتها بدور على مركز او مستشفى عندها رنين مغناطيسي مغلق وتكون تقاريره محترمه، سواء بسؤال الطبيب المعالج اللي انت كاشف عنده وخبرته في المراكز، او بسؤال حد في مجال الاشعه. فاهل مكه ادرى بشعاب. طيب رنين على المخ، لو بندور على صداع وعايز اطمن وعايز اعمل تشيك اب وكده، فتقريبا كل المراكز والاجهزه قريبه من بعض. لكن لو عيان مثلا شاكين ان عنده مثلا جلطه وعايز اعمل له MRI برين ويز ديفيوجن علشان ابين الجلطه الحديثه دي اللي لسه حاصله دلوقتي، يفضل نعمله في مكان سعره هادي شوية بس يكون عنده جهاز رنين مغناطيسي مغلق، لأن صور الرنين المغناطيسي المغلق لا شك إنها أقوى وأحسن في الديفيوجن. والاتنين لا شك المقفول والمغلق كويسين علشان ما نفتحش النار علينا. طيب مريض شاكين ان عنده MS او اورام بالمخ وعايزين نعمل له رنين على المخ، يفضل مركز او مستشفى سعرها هادي بس عندها جهاز رنين مغناطيسي مغلق. الحاجة الوحيدة اللي نلجأ فيها لمراكز أسماء كبيرة وبراند وأسعارها عالية هي في فحوصات متخصصة ونادرة جدا علشان نبين نوع ورم بالمخ وسبب الاستسقاء اللي عند الطفل، زي فحوصات MRI بريفيوجن أو MRI CS فلومتري. والفحوصات دي هتلاقي مراكز معينة هي اللي بتعملها، فدي تسأل فيها الطبيب المعالج لو يقدر يفيدك على أحسن مركز في السعر وأحسن مركز في التشخيص، أو اسأل العاملين في المكان. طيب رنين على الحوض للسيدات نتيجة لمشاكل بالنساء زي تأخر الدورة أو نزيف بهملي أو أورام حميدة على المبيض. الرنين على الحوض لا شك إنه أفضل بكتير من المقطعية وينفع على جهاز مفتوح، بس هيبقى أحسن لو على جهاز مغلق ومش فارق كتير اسمه. طيب رنين على المرارة والقنوات المرارية لاشتباه أورام بالبنكرياس، هتلاقي مراكز بتعملها على جهاز رنين مغناطيسي مفتوح. اهرب منها بسرعة علشان دي لازم تبقى على جهاز رنين مغناطيسي مغلق. الخلاصة إن أغلب أجهزة الإشعاع في المراكز تقريبا واحدة وبيعتمد التشخيص على الأجهزة، فمش هيفرق معانا في الغالب برضو من مركز للتاني ما لم يكن في مصايب والعيان متبهدل وعنده أورام. ساعتها بقى بنتحرى المركز الكويس بسؤال الناس أو الطبيب المعالج. واللي احنا قلناه ده ليس قرآنا يتلى، ولكنه وجهة نظر تحتمل الصواب والخطأ وليها ظروف معينة تصح فيها، وبتشكل حسب وجهة نظري المتواضعة 80% من حالات الرنين المغناطيسي. ده بالنسبة للرنين.